السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله فيديو اليوم بقاكم بخير. فيديو اليوم راح نعملوا طريقة تفصيل موديل قندورة. هنا اذا حبينا الخلف يجينا مفتوح، يعني نعاودوا له الخياطة، نفصلوا من الجهة هذه المفتوحة، والامام راح يجينا مغلق. راح نخلي 1 سنتيمتر للخياطة ونفصلوا. اول حاجة راح ندير عرض الكتفين اللي هو 19 سنتيمتر. طبعا دائما في القطيفه ندير 19 سنتيمتر في القطيفه او في القماش، لانه باش يعني ما يجونيش الكتاف هابطين بزاف. ثم ننزل مسافه 21 سنتيمتر. حدة الإبط، وهنا الحدة طبعا تختلف من وحدة لوحدة. راح ندي هنايا ربع دوران الصدر 28 سنتيمتر، ثم ربع دوران الخصر 26 سنتيمتر. طبعا القياسات اللي تختلف من وحدة لوحدة، ماشي كامل كيف. هنا فقط راح نعطيكم مثال. ثم ننزل إلى غاية الطول المرغوب. نطلع من هنا مسافة 3 أو 4 سنتيمتر باش ما تجيناش القندورة مجونحة. طبعا عرض الرقبة راح نديو 8 سنتيمتر، ميلان الكتف 1.5 سنتيمتر بهذا الشكل. طبعا نتوما في القماش زيدوا قيمة الخياطة. عفوا. هنا نجيو المنتصف ونخرجوا من الزاوية 3 سنتيمتر ونرسمو حدة الإبط بهذا الشكل. هذا الرسم المبدئي للباترون الأساسي تاع أي قندورة. طبعا هنا عندنا لي بانس، رايحين هنايا ندخلوا مسافة يعني 10 سنتيمتر. طبعا لي بانس هادو تقدروا يعني ما تتبعوش يعني على القيمة هذه، لأنه فقط باش نعملوا عليهم هذوك الشرائط. إذا حبينا نعملوا قصة الأميرة نجيو ندخلوا من هنا حوالي 10 سنتيمتر. طبعا هنا طبعا تعتمد على ما بين الحلمتين تقسيم 2، تقيسوا يعني المسافة ما بين الحلمة للحلمة تقسيم 2، والناتج هذاك هو اللي نخرجوا به هنايا. قلنا مثلا 10 سنتيمتر، واحدة متوسطة تقدر تدخل ل11، وواحدة بصحتها تقدر تدخل حتى 12، يعني من الجهة هذه المغلقة. وراح نرسموا لابانس تاعنا بهذا الشكل. هنا راح ننزل مسافة من 10 إلى 12 سنتيمتر، ونخرج بواحد سنتيم من جهة، وواحد ونص سنتيم من جهة، واحد ونص من جهة، واحد ونص من جهة. ثم طبعا نطلع هنا مسافة 10 أو 12 سنتيمتر ونرسم لابانس تاعي. طبعا هنا نمدو المحور هذا، نجيو هنا لمنتصف الحردة ونجي نقوس بهذا الشكل. هنا إذا حبينا نعملو قصة الأميرة راح نقصو الباترون تاعنا، ومن بعد نرجعو نكملو باقي الشرح. طبعا هنا مانيش راح نقص الرقبه، لان الرقبه الاماميه حتتفصل بطريقه واحده. نقصو بهذا الشكل، ثم نشوف كيفاه نفصلو الرقبه تاعنا. اما الرقبه الخلفيه يعني رقبه عاديه، تنزلوا ب3 4 حتى 5 سنتيمتر. ثم باش حبيتو تنزلوا في الرقبه تاعكم الخلفيه. نحيو الامام وحده، هذا الامام وهذا الخلف، نفتحو الرقبه. قلنا ننزلوا يعني مسافه 3 أو 4 سنتيمتر في الرقبة الخلفية. هنا حبينا نعملو أيضا لي بانس، نقدروا نعملو لي بانس بهذا الشكل. ندخل هنا عندي هنا يعني 1 سنتيم راح تروح للخياطة، ندخل ب 12 سنتيمتر ونخلي 1 سنتيم هيك للخياطة، ونطلع هنا ب 14 سنتيم وننزل ب 14 سنتيم، نخرج هنا 1 ونص وهنا 1 ونص، ونرسمو لابانس تاعنا عادي كما متعودين. هذا الخلف. نفس الشيء الجهة الأخرى المقابلة، يعني ترسموا لابانس تاعكم، تروحوا فقط تجملوا الخلف وترسموا عفوا وتخيطوا لي بانس وتخيطوا يعني المنتصف وتستشفوا الرقبة تاعكم. هذا بالنسبة للخلف. أما الأمام البنات راح نجيو هنا نعدلوا في الحردة تاعنا بهذا الشكل كما قلنا. هنا لابانس البنات حبيتو يعني تفتحوها تفرغوها، تقدروا تفتحوها وتفرغوها بهذا الشكل. بالنسبة للرقبة البنات كما شفتوا في الموديل كيف راهي جاية. هنا نكرونتيو، يعني حنا حددنا الرقبة تاعنا 8 سنتيمتر، هنايا نكرونتيو بهذا الشكل باش تخرج لنا في الجهة المقابلة هكذا.
وراح نجي ها هي خرجت لي هنايا في هذا المكان. راح نجي ننزل مسافة يعني النزول هنا البنات كل وحده واش حابه تنزل في الرقبه تاعها. واحده ضيفه تقدر تنزل 16 سنتيم، حبيت 16 17 18 بهذا الشكل هكذا. واش رايحين نديرو البنات؟ وراح نجي نفتح الرقبه تاعي هذه وننزلو بالقيمه اللي حنا حابينها، مش مقيدين بقيمه معينه البنات. ونروح نسجل في الرقبه تاعي عادي. هنا ها هي الرقبه من حتى للجهه هذه نستشفوها، يعني تستشفوها تعملوا التبطين تاعكم. التبطين هنا تقلبوه، من بعد كي نجيو نرجعو ونعاودو الخياطه راح ترجع لنا الرقبه تاعنا بهذا الشكل. راح ترجع بهذا الشكل. هذه هي الرقبه تاعنا. حنا يعني نستشفوا الرقبه تاعنا، نقلبو السجاف باش بلون مغاير السجاف، ولا حبيتوه يعني بنفس اللون تاع القاطفه تقلبوا راح ترجعوا هذه القطعه هذه. بعد ما تستشفوا ترجعوا القطعه تاعكم هذه هنا وتزينوها هنا بهذيك الشبشوبه كما تشوفوها في الصوره. هذا بالنسبه للرقبه. حنا نستشفوا الرقبه تاعنا عادي، يعني تحطوا السجاف تاعكم قطعه القماش تستشفوا الرقبه عادي، من بعد نقلبوا القماش للخلف ونخيطوا هنايا هذا الجزء، وهذا الجزء هذا راح يرجع لنا بهذا الشكل. يعني كي نقلبوا السجاف راح يجينا بهذا الشكل. حبيتوا يعني تستشفوا بنفس لون القطيفه، حبيتوا ديروها بلون مغاير ايضا راح تعطيكم نفس النتيجه. وهنا طبعا راح تمسكوا القطعه هذه باش ما تبقاش واقفه هكذا، تمسكوها هنايا باش تجيكم يعني هكذا يعني هابطه مع الموديل. وهنا طبعا هذاك التزيين راهو عمل يدوي، نتوما تزينوا بوش حبيتوا الاشكال تاع التزيين هذيك نتوما واش حبيتوا تزينوا القندوره نتاعكم. هنا طبعا عندنا هذوك الحزامات البنات الشريطه، يعني فقط تجيبوا اشرطه من القطيفه تخيطوهم وتقلبوهم. اي وحده يعني تقدر دير حزامات بهذا الشكل، يعني نتوما تخيطوهم تقلبوهم، يعني تخيطوهم تقلبوهم ومن بعد تجيو تخيطوهم هنا مع لي بانس، يعني تجيو تخيطوهم هنا هكذا تمسكوهم بلي زيبانغ وتخيطوهم مع البانسه تاعكم ويروحوا طبعا للخلف. هذا بالنسبه لهادو الاشرطه. نظن هنا راهو واضح. اللي ما فهمتش فقط تعاود الفيديو راح طبعا تفهم الطريقه. واش تبقى لنا الان؟ رايحين نعملوا الاكمام. الاكمام يعني راهم اكمام عاديين، راح نشوفوا كيفاه نفصلوهم. باش نديروا الاكمام البنات نجيبوا قطعه القماش تاعنا نطويوها على 4. طبعا الجهه الالاستيكي راح تكون لنا هكذا في التمدد مش في الطول، تكون لنا هنا الجهه الالاستيكي هكذا. نزيدو نطويو مره اخرى بهذا الشكل هكذا. حددنا نجيو نحددو طول الكم تاعنا. مثلا انا عندي طول الكم تاعي 55 سنتيمتر، 55 58 كل وحده والطول اللي عندها. راح نجي نحدد العرض شحال ما نزلت انايا في الحرده تاعي. مثلا نزلت 21 نزيد 2 سنتيم راح ندي 23 سنتيمتر. ندخل هنا مسافه 14 سنتيمتر، ثم نعمل ميلان الحرده بهذا الشكل. نحدد المنتصف، منتصف القطعه هذه نخرج بوحده 1.5 سنتيم، ثم منتصف القطعه هذه وندخل بواحد او 1.5 سنتيمتر، ونجي نحدد هنايا مسافه من 14 الى 15 سنتيمتر. طبعا 1 سنتيم راح يروح لنا في الخياطه. حبيتوها بودي تقدروا تديو حتى يعني 12 سنتيمتر هكذا. نجي هنا نحدد المنتصف وندخل بواحد 1.5 سنتيمتر ونعمل الكم تاعي تقويسه يعني خفيفه بهذا الشكل ونقص. اليوم البنات راهو الجو غائم وممطر، مش عارفه اذا التصوير راهو واضح ولا لا. هذا هو البنات. طبعا هنا الموديل ما فيش يعني كشكشه عند الكتف، يعني كم فقط سامبل عادي بهذا الشكل. هذا هو الموديل تاعنا البنات. ان شاء الله نكون افدتكم. قلكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر ومع موديل اخر باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.